السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وباحسن حال. بصوا بقى، احنا كنا عاملين مع بعض قبل كده كفتة الرز. بصوا دي طالعه اصلا من الفريزر. بصوا هنعمل بقى النهارده كفتة رز. انا بحمرها وبحطها في الفريزر في كيس على قدكم كده، انتوا محتاجين قد ايه فبتشيلوه. تمام. على طبعا الحله بتاعتنا اللي هنعمل فيها بصلايه مبشوره او متقطعه، او عايزين تضربوها في الكبه زي ما انتوا حابين، بس بالسكينه بتبقى افضل يعني. ومع حته دهنه صغيره. يلا بينا بقى على النار، وضربنا الطماطم في الخلاط بتاعتنا. هنجهز بقى واحده واحده مع بعض. بصوا بقى، الدهنه اهي خلاص قربت ايه تسيح معانا. بصوا ما شاء الله. البصل لازم يكون متبل. يعني ايه متبل؟ يعني مصفر كده، بس مش على نار عاليه جامد عشان ما يتحرقش مننا. طبعا ايدينا فيه. بصوا ما شاء الله. هنعمل تقليه زي تقليه المحشي بالظبط، بس الفرق ان احنا مش بنحط بصل كتير عشان هي طبعا فيها بصل وفيها كزبره وفيها كل البهارات، بس احنا هنعمل التقليه بتاعتنا عادي جدا. طبعا حته الدهنه دي بتخلي طعمها جميله جدا، يعني بتخلي الطعم كده بتاكله. عارفين انتوا اكل زمان بتاعت دي جدتنا ولمة العيله؟ عارفين ما شاء الله بيبقى طعمها حلو قوي. بصوا بقى معانا البهارات بتاعتنا: ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقه كمون. احنا هنحط 7 بهارات بس ايه، بحب احطها مش دلوقتي يعني. ورقه لورا. نحط بقى ايه الطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطماطم دي هنضربها في الخلاط شفشق كده محترمه مدينات، عشان تبقى ايه التسبيكه بتاعتنا جميله، اللي هي بتحب الصلصه. بصوا ما شاء الله الصلصه بقت عامله ازاي. هنغطيها بقى عشان تتسبك تسبيك عادي جدا لغايه ما تنطق قدامها. وبعد كده بقى ايه نحط الكفته بتاعتنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها بقى تغلي عشان احنا هنعمل ايه بقيه الاكل. بصوا بقى الميه بتاعتنا غليت على النار. معانا نص بطايه كده ايه ما شاء الله حجم كبير. هننزل بقى الميه ايه تغلي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نحطها فيها، نغطي بقى عليها. بس قبل ما نغطي عليها لازم نعمل ايه؟ لازم نشيل بقى اي حاجه سودا من عليها. الريم اللي هو البني ده، مش الاسود كمان، الريم البني ده لازم نشيله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى البطه ما شاء الله نزلت يعني دهون كتير جدا ما شاء الله، اللهم بارك. هي على فكره كبيره مش صغيره، عشان كده والله كنت حابه اعملها بطريقه تانية. كان في حد قايل لي على طريقه حلوه قوي، كان نفسي اجربها صراحه، بس دي بطه كبيره ما ينفعش معاها. هنحط بقى البصل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البصل والملح والفلفل الاسود والطماطم. بصوا عيني هنا شويه ملح صغيرين بس كده، مش كتير. وقطعنا البصل كده زي ما انتم شايفين. تمام. هنقلبهم كويس جدا عشان نحطهم ايه على البطايه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى ايه الحاجات الحلوه دي كلها كده. حاضر يا لول. نسيبها بقى ايه على نار هاديه تستوي بقى على مهلها، على اقل من مهلها. فاهمين؟ كل ما نوطي النار ونسيبها كل ما نكون شايلين الحاجات الحلوه دي كلها تديكي احلى شرب. طلع كل حاجه من اللحوم عموما، او اي حاجه ايه زي الفراخ والطيور والحاجات دي كلها. انا بقى بحب احط نص ليمونه يا جماعه. ايوه بجد والله بحب احط نص ليمونه. بصي عايزه تعصري ليمونه اعصريها، عايزه تحطيها زي ما هي كده حطيها. تمام. هنغطي بقى عليها ونسيبها ايه تستوي على مهلها بألف هنا وشفا. بصوا بقى التقليه بتاعتنا ما شاء الله الجميله ازاي.
شايفين لسه برضو ايه، مش عايزين المرحله دي، احنا عايزين تتسبك خالص. تمام. كل ما تتسبك كل ما بتكون احلى في الطعم، ميبقاش فيه مراره ولا بيبقى فيه اي حاجه خالص، تاخد حقها في السوا بمعنى اصح يعني. شايفين ما شاء الله. نغطي بقى برضو عليها ونسيبها.